خبر اليوم يا جماعة، وزير الصحة بيقول قدام مجلس حقوق الإنسان العالمي إن إحنا بنعمل على دمج اللاجئين اللي عندنا والضيوف في المنظومة الصحية. تصفيق حاد تصفيق حاد تصفيق حاد. طب يا جماعة، يعني ما احنا قلنا لكل الناس ان احنا حلوين، قلنا اللي بتوع الست بتاعت صندوق النقد الدولي قلنا لها ان احنا حلوين، قلنا اللي بتوع الاتحاد الاوروبي ان احنا حلوين اهو، بندمج اللاجئين حبايبنا في مصر وفي كل المنظومات، مش في المنظومة الصحية بس، عشان يعني لا، ما احنا لازم نعرف ان هو مش في المنظومة الصحية بس، يعني في كل حاجة. ايوه، في كل حاجة، كمان مرة في كل حاجة. مش مهم، احنا يعني احنا عايشين عشانهم، احنا اساسا عايشين عشان اللاجئين تعيش. ايوه طبعا. احنا لازمتنا ايه يعني لما نبقى احنا اللاجئين مش عايشين واحنا اللي عايشين؟ لا، ده كده كتير قوي، يبقى حتى عيب علينا، مش كده ولا ايه؟ صح. طيب يعني ادي احنا قلنا، وقلنا لأوروبا قبل كده ان احنا بنحميهم من اللاجئين الوحشين، واحنا شايلين الوحشة كلها. طب يعني مش عارفين يعني احنا يعني نعمل ايه؟ يا رب يرضوا عننا، يعني احنا بس بنعمل كل حاجة علشان خاطر الناس دي ترضى عننا، مش كده ولا احنا نعمل ايه؟ طب نروح فين يعني ونيجي منين لو هما ما رضيوش عننا؟ نروح ننتحر؟ المنظومة الصحية العظيمة اللي عندنا، المصريين كلهم يعني يا عيني مش عارفين يتعالجوا فين ولا فين، المستشفيات بالزوفة في مصر، والأدوية مش عارفين نوديها فين. لا يعني كده كتير على المصريين بصراحة، كده كتير كتير يا مصريين، كفاية كفاية عليكم يا مصريين، مش كل حاجة عايزينها كده. ايه ده؟ منظومة صحية لا 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 لا، ما تخلوا الناس تندمج، خليكوا كده كيوت كده واندمجوا كده يعني. الناس ممكن هم اللي مش عايزين يندمجوا، هم قاعدين اصلا في كانتونات مع بعض، مش عايزين يندمجوا، كل مجموعة قاعدين مع المجموعة بتاعتهم، هم واخدين احياء كده واخدين اماكن كده مع نفسهم، ومش عايزين يندمجوا. هم عايزينكم بس يعني ممكن تنفعوهم ماشي في المحلات بتاعتهم، اشتروا منهم عشان خاطر تنفعوهم، لان هم طبعا الفلوس دي جايبينها مش عارفين منين يعني، بس يعني هو جايبينها يعني عشان يرفعوا الاقتصاد بتاعك. ما فيهاش حاجة وانت ماشي، خد لك سندوتش شاورما. ايوه، خلي ابنك وهو رايح المدرسة ياخد سندوتش شاورما عشان الواد يندمج في الشاورما، يعني الواد ما يندمج في الشاورما يطلع شاورماجي أصيل، يلاقي له شغلانة يعملها بعد ما يكبر، بدل ما يطلع صايع ولا ضايع. اهو يبقى الواد على الاقل اتعلم له شغلانه، ما احنا عشان هما بيرفعوا الاقتصاد واحنا بنتعلم بصراحه منهم، يعني ناس شطار واحنا مش عارفين نعمل ايه، واحنا بيقولوا علينا ان احنا كسلانين، هما نفس اللاجئين دول والضيوف بيقولوا علينا ان احنا اللي كسلانين وان احنا غيرانين من شطارتهم. طب يا جماعه، كل واحد يدي ولاده كورسات شاورما وتوميه وفتوش وفنوش. ادينا اهو قلنا، عشان محدش يرجع يقول ما قلناش، قلنا اهو ولا لا؟ قلنا ولا لأ؟ قلنا ولا لأ كمان مرة؟ اهو بنقول.